السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ كيف بقيتوا؟ بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم صدمه اللي كتفلق الراس وكي نقولها لكم من قلبي. احنا المغاربه خصنا نفيقوا ونوعاو. راه ماشي اي واحد يبان لنا بالهيبه وبالفلوس نصدقوه ونسلموا ليه حياتنا وبناتنا. القضيه نتاع شيماء راه اكبر دليل على ان المظاهر خداعه. جاها مسكينه بواحد الصوره، راك شفتوا الشعورات والنضاضر والحوايج الماركات والمرسيدس، وضحك عليها. قلت لكم ضحك عليها مسكينه وغرها. وكاين بزاف، راه كاين بزاف من هذا النوع هذا كيضحكوا على العقول، ولاو السلاح ديالهم هو ديال بزاف ديال الذئاب البشريه. ولاو كيديروا هاد القضيه. هذا يجيك راجل مسكين غير لابس حويجات عاديين وعنده طوموبيل عاديه. قلت لكم عنده طوموبيل عاديه وكيهضر هضره معقوله وما فيهش الكذوب. راه هذاك هو اللي غادي تعيشي معاه مزيان. اما اللي كيتباهى بالطوموبيلات وباللباس والروايح الماركات، هذاك راه تعرفيه راه نصاب وعرفيه راه كذاب. شوفوا معايا البنات، شيماء مسكينه راه طاحت في واحد الفخ خطير بزاف مع واحد بحال اشرف، لا قلب لا ضمير لا انسانيه. استغلها، عذبها مسكينه نفسيا وجسديا، دمر حياتها خطوه بخطوه حتى وصل به الحال يصورها في ليله الدخله نتاعها باش يبتزها وباش يوريها في الجروبات مع صحابه كيضحكوا عليها. مسكينه راه شتو شنو قالت في الفيديو نتاعها. هذه راه قمه الحقاره، ماشي غير هكاك. خرج اسرارها، فضحها وسط الناس، بقى كيتباهى باللي راه شدها من نقطه الضعف نتاعها. وزيد على هذا الشيء كامل راه عنده سوابق في النصب وعنده علاقات مشبوهه حتى مع اقرب الناس ليه، وحتى الام ديالو باينه معاه في المخطط. تخيلوا معايا واحد الانسان اللي الام ديالو داخله في هذا النوع ديال الخبث، شنو غادي يكون يطلع منه؟ اذا هذا الشيء راه عندهم من الجذوره كما كنقولوا. راه طالع من صغره مع الام نتاعو، قال لك كانوا كيهضروا في شيماء، هو وامه وخواتاتو وحتى مع اصحابه كيهضروا في شيماء وكيضحكوا عليها وكيفاش كتهضر كيفاش كتلبس ومنين جايه ومنين. قمه الخبث ديال هاد الناس هادو. شيماء اليوم بين الحياه والموت نفسيا. راها كانت مشات للسبيطار مسكينه باش طبيب النساء باش تشوف واش راها حامله، وقالت لك خرج لها بلا عندها البواسير. كانوا صوروها واحد المهم جاتنا واحد الصوره في الخاص، مسكينه جالسه مكوشه، حالتها يرثى لها. فين هي شيماء اللي كنشوفوها ضاحكه وناشطه ولابسه مزيان؟ كانت في واحد الحاله خايبه. شيماء محتاجه الناس اللي يوقفوا معها، حيت اللي وقع ليها ماشي بسيط، والضغط والتهديد والابتزاز والخيانه والشوهه علنيا كيف ما كتشوفوا. كلشي كيهضر عليها، كلشي يتجمع عليها في مره واحده. شنو نقولوا لكم البنات؟ شنو نقول لكم البنات كاملين؟ فيقوا وعيقوا. راه ماشي الفلوس اللي غادي يضمنوا لكم السعاده، ماشي الدار والكاتكات واللباس الغاليين والسعاده. كيوهموكم بالسعاده، غادي يعيشوكم مزيان، غادي يصرفوا عليكم مزيان، غادي مهم. الكذاب راه ما عندك منين تشديه. السعاده راه كاينه مع راجل اللي عنده قلب، عنده ضمير، كيخاف الله. هذه اهم حاجه، انكم خذوا ولا هضروا مع واحد من الاول غادي يبان لكم الراجل اللي يكون يخاف الله ويقدركم، راكم تعيشوا معاه مزيان. اللي ما كيخافش الله راه ما غاديش يرحمك، راه ما يرحمكش نهائيا. كيف ما هاد الكماره هذا نتاع هذا اشرف، هذا راه غير كمارته. هو عنده قالك عنده شي 32 عام ولا 35 عام، كيف ما كتشوفوا وجهه مجلد باين فيه الشرف غير من التحرميات نتاعو. اللي عنده 32 ولا 35 راه تبارك الله راه باقي شاب وجهه ما مجلد، ما فيه لا تجاعيد لا حتى شي حاجه، ولكن هو من فعايله ربي مخرج فيه داكشي. كيف ما شفتوا في الفيديوهات نتاع الناس حاطينهم وهضرين عليهم، انا مبغيتش نهضر في داك الشيء اللي كان كيتواصل مع هذاك، قولوا لي نتوما، مع نوفل ولا صوفيا الطالوني. يعني الخبر في راسكم شنو كاين.
بلا ما نهضروا في هذاك الشيء، وما كنبغيش انا نهضر فيه في القناه نتاعي. سيد بسيكوبات فيه جميع المواصفات نتاع الامراض النفسيين والنرجسيه. راه نرجسي حقيقي هذاك، ما كيعرف يدير شي حاجه الا تيشوه السمعه ديالك. خاصو ديما يطيحك من قدام الناس باش يبان هو الكبير. كيخرج في التيك توك كيجيب الموضوع اليوم على هذا وغدا موضوع غير على هذيك، غير باش يبين راسو انه فوق كيبين راسو زعما هو المظلوم، وانه عايش فوق الغيوم وهو اصلا غارق في الوحل، وكيبين راسو زعما هو ديما هذاك هو الرجل النرجسي، ديما هو المظلوم واللي قدامه هو اللي خايب. بلا ما نقولوا انه كيسميتو قال الخاتم اللي جابوا لها كيسوى الملايين والديامو، ولكن الحقيقه الخاتم راه داير شي 3000 درهم. هذاك الشيء ما داير. هذوك الماسكات اللي كانوا كيجيبهم لها كيقول لها راه ماركات، هما باينين غير من اكسيون، تيكذب حتى على راسو وعايش غير في التصاور والتمثيل. البنات، هاد السيد هذا راه مريض بالكذوب، عنده جنون، انه جنون العظمه، زعما انه هو راجل وشي حاجه، كيتخيل راسو سيدي مولاي ومليونير ورجل اعمال. كيف ما قلتو، كيف ما قال انه خدام في المخابرات والعائله الملكيه، وكيدخل ويخرج في الهضره باش ما يبينش انه هو صغير قدام الناس، زعما هو شي حاجه. ولكن الناس راه عاقوا به، والمغاربه ما اللي بغيش يبيعهم الوهم، كيضحك عليهم. شوفوا معايا اليوم طاح في سهيله. شفتوا سهيله فاش خرجت، انه ما كيصرفش على ولده بزاف د الحوايج. هو مع شيماء نفس المشكل، هو في المشاكل. بعد غدا يطيح مع وحده اخرى. يعني هاد السيد هذا راه ما خصو يوقف، خص شي وحدين يدخلوا في هاد الشيء، وخص هاد الشيء يتوقف عليه. هاد كان ضحك على 3 العيالات، تزوجهم طلقهم، ودابا هذه الرابعه شيماء هو كيطلق فيها. زيد غدا الخامسه، زيد السادسه، زيد السابعه. خصو هادي يتشوه وراه تشوه، ووجهه راه معروف. يعني ما كاينش شي مره اخرى اللي عادي تثق فيه. ما كيخلي، ما كيقول حتى الام ديال شيماء شوهها. كل عائله كيدوز عليها وكيخليه مشوه قدامها الناس، وهو ما عجبوش الحال حتى مع شي واحد. يعني غير هو اللي ديما الطوب، والناس اللي كيتلاقى معاهم هما اللي خايبين، بحال هو الملاك وباقي كلشي شياطين. كيقول كانت باغا غير بلا شيماء، زعما كانت باغيه غير المال، ولكن الحقيقه كانت دايبه فيه مسكينه، كانت باينه كتبغيه وناويه المعقول، ناويه دير وليداتها. هو كان عارف بلا هادشي، بلا راه كتبغيه واستغلها ولد الحرام كيف ما كتشوفوا. استغلها، ما قدرش هذاك البغيه اللي بغاتو، ما قدر حتى شي حاجه، استغلها ودار ما بغى فيها مسكينه. شنو كنقول لكم البنات، راه الفقر والشهره، الفقر ماشي عيب، انا اول وحده نقولها لكم، ولكن العيب هو الطمع والكذوب. العيب هو تمشي تبيع راسك على انك مليونير وانت ما عندك حتى باش تصرف على ولدك. هو قلب على الشهره ولقى الشوهه، وهي دخلت تيك توك قلبات على الدعم، لقات غير تشويه. كيف ما قلت لكم من قبل، هذيك الفلوس اللي كيصيفطها لها سبوعه، علاش ما يعطيها لهاش فلوس؟ علاش ما يصيفطها لهاش في البنك ولا يصيفطها لها بويستر؟ علاش زعما كيصيفطها لها غير سبوعه؟ اذا شي حاجه راه تما كاين تبييض الاموال، شي حاجه ماشي هي هذيك. وراه الناس كاين جمعيات. راه هذيك الاستاذه راه دخلات وغادي توقف مع شيماء، وكاينين الناس وحده اخرين في الخفاء راهم كيقادوا له الدوسي نتاعو. غادي يطيح وغادي يطيح وغادي يتشد، وغادي يدوز هادشي اللي دوزو على العيالات، غادي يدوزو. عقلوا على هاد الهضره اللي قلتها لكم. شنو نقول لكم البنات؟
ها هو قدامكم واحد مشوه كذاب باغي يبان بوغوس ومليونير، هو في الحقيقه ما عنده حتى باش يقري ولده. باقي زايدها في الكذوب، وباقي كيطيح في العائلات وكيسبهم، ولكن النهايه ديالو وحده، فضيحه تابعه فضيحه حتى يسالي به الطريق. وخلاصة القول، القضيه نتاع شيماء خصها تكون عبره لكل وحده، وماشي تبقى غير حكايه كدوز. كل وحده خاصها تحط قدام عينيها ان السلامه النفسيه والعقليه اهم من اي مظهر. الله يشافي شيماء ويشافي ميمتها، وحنا كنا مع شيماء، ولا يوقف معاها ولا ياخذ الحق في هذا المجرم اشرف والامثال نتاعو، والله يجيب ليها حقها. هادشي اللي كاين، وان شاء الله حقها دابا يجيها. هذا ما كان، الى فيديو جاي، خليت لكم الراحه، مع السلامه.